عماد الدين الصلاة وصلة مع ربي. رب العالمين قال وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فهي إذا ما عبدنا رب العالمين ده شو عيشتنا؟ نصيحة إنه إذا شايف شيء بحياتك ناقصك ما لها غير الصلاة. جزوة الشيء اللي عايشين مشانه بحياتنا، يعني نحن مشان شو عايشين؟ الصلاة ركن من أركان الدين وراحة لقلوب المؤمنين، فيها بيلتقي العبد بربه وفيها بيسكب همومه وفيها بيطلب هدايته وسكينته. اليوم نزلنا للشارع لنسأل الناس عن الصلاة، وتحديدا الأشخاص يلي بيصلوا شو بتنصحوا تارك الصلاة أو يلي متكاسل عنا شوي. خلونا نغذي قلوبنا بتجاربهم. تفضلوا معي. يعطيك العافية عم. الله يعافيك يا رب. أهلا الله وسهلا. يسلمك يا رب. حضرتك بتصلي؟ إيه الحمد لله. ما شاء الله وكان حولك. عمو شو بتنصح الشخص تارك الصلاة أو يلي بتكاسل عن صلاته؟ شو بنصح الشخص اللي تارك الصلاة أو اللي عم يتكاسل عن صلاته؟ بده يموت، يعني بالنهاية بده ينزل بها القبر، يعني بده يتحاسب. يعني هلا إذا كبر هو شوي تاني بيتمنى لو ينزل، لو يرجع العمر شوي ثاني لورا يعوض اللي فاته يعني. فأفضل شيء الصلاة، هي صلاة مع رب العالمين، بحس بالأمان وبالطمأنينة يعني. شو إضافة الصلاة شيء لحياتك؟ الراحة والطمأنينة. الراحة والطمأنينة. لكن بحس الواحد انه في شيء هو عايش لهدف معين بهالحياه، يعني رب العالمين قال وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. فهي اذا ما عبدنا رب العالمين ده شو عيشتنا؟ هلا اغلب الغرب بتلاقي بيصل للرفاهيه وللي بده اياه بحياته، بتلاقي حالات الانتحار كثيره بحياته لانه وصل لاهدافه الراحه والرفاهيه والقصص هي، ما عنده شيء ثاني يقدمه. اما في شيء انت عم تقدميه بحياتك تعرفي انه في نهايه بدك تقابلي رب العالمين يعني. فالصلاة أهم شيء، هي صلة مع الله عز وجل، هي أهم شغلة يعني بالحياة هي الصلاة. عمو البني آدم ممكن أحيانا يمرق بظروف، ممكن يتكاسل عن واجبه وما يؤدي الفرض. ممكن مرقت بهيك قصة إيه أنت؟ بيمر الواحد، هو الشيطان بيضل الواحد عم يوز إنه خليك نايم، لا تقوم من الفرشة أنت هلا دفيان، بده يجاهد نفسه. أنت بتحس حالك قادر إنك تجاهد نفسك؟ والله أيام بضعف بس أيوة. يعني بندم. تندم. برد هي برجع النقطة لا. إنه أنت بتوصل للندم. إيه بنصل للندم. يعني أنا هلا أنا في شغلات مرت بحياتي قصرت كثير بحقي موضوع الصلاة، فبتمنى لو يرجع العمر فيني لورا مشان ما أضيعه مرة ثانية. شو الشيء يلي بدفعك إنك ترجع تكمل بهذا الطريق؟ خوفي من الله عز وجل. خوفك من رب العالمين. لك والشيء اللي هو وعدنا فيه. يعني هلا انا بعرف انه انا لما بدي اقابل رب العالمين وانا مصر على غلطي، اي وقت روحته بحياتي من الصلاه بدي اصلي على بلاط جهنم. يعني أنت واثق إنه أنت بتهمك حياة الآخرة أكثر من حياة الدنيا. الدنيا ما ثانيه. فاني. ثانيه. هي يعني 100 سنه 50 سنه 70 سنه، اما دار الخلود يا جنه يا نار، ما في شيء وسط بيناتهم. فيعني جنه عرض السماوات والارض وفيها ما لا رأت عين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شو بده الواحد أحسن من هيك؟ قال لو تزن الأرض عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافر شربة ماء. فما فيها شيء الدنيا. وبالنهاية يعني نحن عم نروح كل يوم عم نودي بعض، عم نشوف هالجورة اللي متر ونص أو مترين بنص متر، هو بدنا ننزل فيها، ما في يعني. شكرا كثير لحضرتك، كثير انبسطنا معك. الله يوفقك. الله يتقبل يا رب. الله يخليك. حضرتك بتصلي؟ طبعا الحمد لله. ما شاء الله حولك. شو بتنصح الشخص يلي ما بيصلي او يلي بتكاسل عن صلاته؟ هلا كنصيحة إذا يعني أول شيء هي السبيل الأول إذا الواحد بده يطلب شيء من رب العالمين كرزق كنجاح كعلم أي شيء، يعني هي أول طريق هالشغلات هي. يعني أي شيء الواحد الصلة بين السماء والأرض هي الصلاة. يعني خاصة إذا الواحد مثلا عم يشتكي إنه أموره ما عم تتيسر كذا، هاي الأمور كلها حلها بالصلاة. طلع بالكاميرا كلمة للشخص اللي مقصر بصلاته، شو بتقول له كلمة نصيحة من قلبك لإله؟ نصيحة إنه إذا شايف شيء بحياتك ناقصك ما لها غير الصلاة. هي. شكرا كثير لحضرتك. الله يسلمك يا رب. يعطيك العافية عمو. الله يعافيك، اهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. حضرتك بتصلي؟ ان شاء الله. يعني ما بتقطع وقت؟ والله احيانا ولا بد، يعني ايه، يعني ما في حدا ما بيوقع بظرف صح. بيقطع. صح. شو بتنصح تارك الصلاة او الشخص اللي مقصر عن صلاته؟ انه هلا يعني الصلاة هي اهم شيء بحياتنا، نحن عايشين بركة الصلاة. تمام.
شو ضافت الصلاة لحياتك؟ قديش بتحس حالك انه هيك بترتاح بس تصلي؟ لا كثير يعني كثير بتريح الصلاة بالنهاية. الله عم يقول تنهي عن الفحشاء والمنكر. وقت واحد بتذكر الله دائما بتعد عن الشغلات المو منيحة من خشية الله يعني. عم نطلع بالكاميرا، قلنا كلمة للشخص يلي بيتكاسل عن صلاته أو يلي تارك الصلاة. بنصح أي حدا إنه يعني بالنهاية نحن مسلمين وبدنا نتبع يعني فروض رب العالمين وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي مثل ما بيقولوا يعني جزوة الشيء اللي عايشين مشانه بحياتنا. يعني نحن مشان شو عايشين؟ مشان مرضاة رب العالمين وننجي أنفسنا يوم الآخرة. هاي هي من الآخر يعني. الله يتقبل منك يا الله رب. يسلمك، شكرا لك كلكم ذوق. مثل قلبك، شكرا كثير الله لحضرتك. يحفظك. أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا عمو، اهلين وسهلين. أهلا وسهلا فيك. حضرتك بتصلي عمو؟ الحمد لله، المؤمن يصلي، المسلم فرض عليه الصلاة فرض، ومن قام الصلاة قام الدين، ومن أبطل الصلاة هدم الدين. الصلاة هي العمود الأساسي للإنسان المسلم، من أقامها رضي الله عليه، ومن تركها كان حظه. ما يصلي يا عمو كافر. عمو هلا أنت مداوم على صلاتك كل وقت بوقته صحيح؟ الحمد لله. أنا يعني أحيانا بظروف شغل نصلي بالشغل، يعني ما نروح على الجامع. المهم إنه ما بتأجل وقت صلاتك. لا يا عمو، الصلاة بوقتها. ما شاء الله وكان حولك، الله يتقبل يا رب. الله يسلمك يا بنتي. عمو هذا الشيء يعني إنه أنت إنه بتداوم على صلاتك من عمر صغير ولا على كبر صار عندك هذا الموضوع؟ نحن الوالدة الله يرحمها كانت هي والوالد يجبرونا عودوكم من الصغر. من الصغر. إيه، وتعودنا. يعني الإنسان بني آدم من شبه بشيء شاب به. والحمد لله رب الله يرحمها، توفوا ويجعل مثواهن الجنة. آمين، الله يرحمه. أمواتكم خلف ماما. المسلمين. الحمد لله. وعم تعود أولادك على هذا الشيء الحمد لله. وعم بيداوموا على هذا الشيء. بيصلوا. قدرت تعمل مثل ما عملوا أهلك معكم طبعاً. بموضوع الصلاة؟ العيلة برنامج، يعني تبدأ على أساس، يعني إذا الأب والأم بيصلوا أولادهم يطلعوا عليهم بيصلوا. إذا ولد أبوه بيشرب دخان يصير يتعلم يشرب دخان. إذا شاف أبوه يصلي خلص بده يصلي. رح يتعود يعمل مثل ما بيعمل والده. من شبه بشيء شاب به. عمو بدي اياك تطلع بالكاميرا وتعطي نصيحة لكل شاب أو رجل كبير بالعمر أو صبية تاركة الصلاة أو بتتكاسل عن صلاتها. تارك شو الصلاة بتنصحه؟ يا عمو عقابه صعب، فأرجو أنه كل إنسان مسلم يقيم الصلاة لحتى يرضى عليه ربنا وتعالى. والله يهدي كل إنسان ويهدينا جميعا ويهدي الإسلام وينصرنا. آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. شو شعورك وقت بتصلي؟ يعني لما بيخلص يومك وبتكون أنت إنه عامل كل الصلوات بوقتها، مصلي كل صلاة كل فرض بوقته، قد إيه بتنام وأنت مرتاح؟ أنا يعني 8 ساعات. وقت الصلاة عندي منبه أنا ببرك عليه، أو بنجنبنا الجامع في على الجامع، والحمد لله مي فيه. والله تعالى مو بحاجة إنه إحنا ننظف حالنا، إحنا ننظف حالنا لنفسنا. إيه، والصلاة نظافة، وضوء. وضوء يعني. إيه، والحمد لله رب. الحمد لله رب العالمين، الله يتقبل منك يا رب. الله يسلمك يا عمو. كثير لحضرتك. 100 أهلا عمو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلين فيك. عمو حضرتك بتصلي؟ الحمد لله ما بقطع فرض. ما شاء الله هو كان. بتروح على الجامع، اغلب الفروض بتصليهم بالجامع. واحيانا الجمعه بروح على الجامع، اجباريه هي الجمعه بالجامع. مفروضه بالبيت بالبيت. الله يتقبل يا رب. منا ومنا. الصلاة شو ضافت شي لحياتك؟ عماد الدين الصلاه وصله مع ربك وبس. ايه عمو، شو بتنصح الشخص تارك الصلاة او يلي بيتكاسل في بعض الاوقات عن صلاته؟ ارجع على صلاتك، الصلاه عماد الدين، وخلي صله بينك وبين ربك. الصلاة هي عمود الدين، وإحنا ديننا مثل ما دان لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ديننا. شخص تارك الصلاة او يلي بيتكاسل ببعض الاوقات عن صلاته، يلي بيأجل صلاته. والله الصلاة ما تتأجل، والله يهديه والله يصلحه، منه ما يكون، والله يتقبل منا ومنه، وإن شاء الله الله يهديه ويتعاذ من الشيطان ويتوضأ ويصلي، والصلاة نادى أحسن منها. الصلاة كويسة يعني بتنشط الجسم. صلاة الصبح الحمد لله فيق عليها الصبحيات وبصليها
الحمد لله. ما شاء الله حولك، الله يتقبل منك. الله يسلمك يا اختي. عمو بدي اياك تطلع بالكاميرا وتعطي نصيحة لأي شخص تارك الصلاة أو بيتكاسل عن صلاته. والله الصلاة شوفي أنا كنت أولي ما أصلي، بس بعدها صرت أصلي الحمد لله، صار جسمي نشيط، صار الله يرزقني، يعني صرت الشغلة أتمناها الله يستجاب لي إياها، والحمد لله فضل. وبنصح كل واحد ما بيصلي يصير يصلي ويستغفر ربه، والله إن شاء الله يتوب له. حضرتك بتصلي؟ لك شو مخبي لك كبرتي؟ الله يتقبل يا رب. الله يخليك يطول عمرك. طول بعمرك. الله يبارك فيكم كلكم ويحميكم ويحمينا. عمو موضوع الصلاة بتحس صار على كبر عندك التزام أكثر فيه، حاسس حالك ولا من يوم من أول مواعيد؟ لا كل ما صليت بتقرب أكثر بسيط. كل ما صليت بتقرب أكثر، وأنا بفز كل يوم من الساعة 2 2 ونص وبضل هيك لصلي الصبح لل4. شو الشعور يلي بيجيك وقت بتصلي؟ بشعر بارتياح، بنبسط. إن شاء الله على طول يا رب. الحمد لله الحمد لله. عمو طلع على الكاميرا، وجه لنا كلمة للشخص تارك الصلاة أو يلي بيتكاسل عن صلاته ببعض الأوقات. الله يصلحه ويهديه اللي بتارك الصلاة، الله بجاه النبي يهدي ويقدموا إلى طاعته ويبعدوا عن الأولاد الحرام ويبعدوا عن معصية الله سبحانه وتعالى. من قلب الشارع ومن أفواه الناس سمعنا أنه الصلاة مو بس فرض، بل طمأنينة وملجأ ونور يرافقنا بكل خطوة. ممكن البعض يكون بعيد، ممكن البعض يتكاسل، بس الأكيد أنه الطريق دائما مفتوح، والرجوع للصلاة هو أول رجوع للروح. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقتنا لليوم.